صباح الخير أو مساء الخير حسب الوقت اللي انتوا بتسمعوني فيه. أهلا بيكم في episode number 7 من randomly by me your host هبة طه. عاملين ايه يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال يا رب وانتوا بتسمعوني. كالعادة مبدئيا شكرا ان انتوا هنا وان انتوا بتسمعوا. شكرا لكل حد بيسمع وبيقولي رأيه أو بيحاول يعمل support بأي شكل. أنا فعلا فعلا ممتنة ليكم وكلامكم دايما دايما فارق معايا. حلقة النهاردة مختلفة، وموضوع حلقة النهاردة مهم قوي قوي وريليتد لكل حاجة في حياتنا، من أول نظرتنا لنفسنا وإزاي بنتعامل مع نفسنا لغاية إزاي بنتعامل مع الناس. فهو تقريبا بيأثر على كل حاجة في حياتنا حتى لو بشكل لا واعي. فكالعادة جهزوا كوباية من مشروبكم المفضل ويلا بينا نتكلم سوا عن السيلف وورث أو قيمة الذات. في الأول كده أنا عايزاك توقف الحلقة ثواني وتجاوبني على السؤال ده: هل انت شخص مدرك وحاسس بان ليك قيمة وقيمة كبيرة، وبتستمد قيمتك دي من فين؟ او ايه الحاجة اللي بتحسسك بيها؟ عاوزك بس توقف ثواني وتجاوبني على السؤال ده. لو جاوبت على الجزء الاول من السؤال بانك فعلا شخص عنده قناعة داخلية مدرك وحاسس بقيمته وانه فعلا ليه قيمة وقيمة كبيرة ويستحق يتحب ويحترم، فدي حاجة حلوة قوي. بس لو كملت إجابة النص التاني من السؤال بإنك بتستمد قيمتك بأي حاجة في الدنيا غير ذاتك وكونك إنسان ومينلي إنسان كويس وبس، فهنا هتبقى المشكلة إننا بنستمد قيمتنا من حاجات تانية كتير غلط. بنستمدها مثلا من إنجازاتنا ونجاحاتنا، بنستمدها من الفلوس اللي معانا، بنستمدها من علاقاتنا والناس اللي في حياتنا، وده للأسف كله مش المفروض يكون المصدر الحقيقي لقيمتنا وإحساسنا الداخلي بيها. وعشان تعرف إن فعلا مفيش مصدر لقيمتنا غير كوننا بني آدمين وبني آدمين كويسين، هضرب لك مثال كنت شفته في فيديو قبل كده. تخيل معايا لو شخص لا قدر الله حصل له حادث وفقد القدرة على الحركة تماما وبقى طريح فراش، ما بقاش بيعمل أي حاجة وما بقاش معاه أي حاجة غير إن هو عايش، بس هو إنسان وعايش. هل الشخص ده له قيمة؟ هل هو نفسه المفروض يفقد إحساسه بقيمته؟ الإجابة إنه لأ طبعا. الإنسان ده له قيمة وقيمة كبيرة، بس عشان هو إنسان وإنسان كويس. ده غير بقى إنه أصلا فكرة إن احنا نربط أو نستمد قيمتنا من حاجات تانية غير كوننا بني آدمين، ده ليه توابع ومشاكل كتيرة ممكن يعملها في حياتنا، حتى زي ما قلت لو بشكل لا واعي. تخيل معايا شخص بيستمد قيمته من إنجازاته ونجاحاته في الحياة. الشخص ده لو حصله أي دروب في حياته، وده وارد جدا بطبيعة الحياة، هيبقى عنده إحساس بانعدام القيمة والاستحقاق، ممكن تخليه ما يعرفش يرجع تاني ويوصل للي كان محققه، ببساطة لأنه أصلا من جواه بشكل غير واعي مقتنع أنه لا يستحق، وهيأثر على كل حاجة في حياته. وحتى لو قام وحاول يرجع، متخيل معايا الشخص ده ممكن يحاول يوصل بطرق غلط قد ايه؟ ومتخيل كمان هو لما هيوصل حتى لو وصل هيبقى مستهلك ومستنزف قد ايه من كمية القلق والخوف والضغط اللي مر بيهم؟ إننا نستمد قيمتنا وإحساسنا الداخلي وقناعتنا بيها من ذواتنا ومن كوننا بني آدمين كويسين، عمره ما كان معناه الكسل أو عمره ما كان حاجة تعطلنا عن الإنجاز. بالعكس، إنك تكون عارف ومدرك قيمتك الحقيقية الكبيرة وعارف إنك تستحق، ده بيخليك تسعى وتنجز من مكان قوة وإيجابية، مش من مكان ضعف وقلق وضغط وخوف. كمان بيديك ثقة كبيرة قوي في نفسك وبيخليك تعرف نقاط قوتك وعارف تستغلها صح، ومتقبل ومدرك نقاط ضعفك عشان هي جزء من إنسانيتك عادي وبتحاول تشتغل عليها. وبيخلي فيه متعة في الطريق كمان، مش بس في الوصول، وبيشيل من عليك حمل كبير من القلق الدائم والخوف. كل ده هيخليك توصل أسرع وبطرق أفضل بكتير كمان.
وبالمناسبة دي ففي مصطلحين في علم النفس قابلتهم لما كنت ببحث عن الموضوع. المصطلحين قريبين قوي قوي من بعض وغالبا بيستخدموا بنفس المعنى، بس في الحقيقة هما مختلفين عن بعض، اللي هما self esteem و self worth. في الحقيقة معرفش لو self esteem ليها مصطلح معين بالعربي، لكن هي معناها تقدير الذات أو يمكن قيمة الاستحقاق. والفرق بينها وبين السلف وورث أو قيمة الذات إنها شيء متغير. هي دي بقى اللي بتتأثر فعلا بإنجازاتنا ونجاحاتنا أو الفلوس أو whatever القيمة اللي احنا بناخدها منها. إنما السلف وورث أو قيمتنا الداخلية وإحساسنا وقناعتنا العميقة بيها، دي حاجة ثابتة مش المفروض إن أي حاجة تأثر عليها. يعني ببساطة لو في إنجاز معين نفسك تحققه وما وصلتلهوش، فطبيعي إن تقديرك لذاتك هو اللي يتغير أو يتأثر أو يقل، لكن مش الطبيعي خالص إن يبقى عندك إحساس بعدم القيمة. كمان لو شخص بيستمد قيمته من علاقاته بالناس حواليه، الشخص ده بيتحول لإنسان مستباح ومعندوش حدود، مستعد يعمل أي حاجة عشان ينول استحسان وحب الناس دي، حتى لو على حساب نفسه ومبادئه، بشكل غلط وسلبي جدا. كمان الشخص ده بيحمل الطرف التاني في العلاقة عبء كبير جدا، لأنه بيمحور حياته حوالينه وحوالين وجوده، أيا كانت نوع العلاقة ايه. فغالبا علاقاته بتكون غير صحية ومرهقة ليه ولغيره، وغالبا برضو بيرضى بفتافيت الحب والاهتمام اللي الناس بتديهاله، لأنه من جواه مش مدرك لقيمته. وعلى العكس الشخص اللي مدرك لقيمته الحقيقية ده غالبا بينعكس على العلاقات اللي في حياته وبيعرف يكون علاقات صحية. وده يخلينا نيجي البوينت مهمة قوي قوي، واللي هي اننا مش المفروض نستنى validation او تصديق او تأكيد من الناس على قيمتنا. قيمتنا دي حاجة بنستمدها من نفسنا، مش من اي حد تاني. بل بالعكس هو اصلا الناس هي اللي بتاخدها مننا او بتستمدها مننا. كل ما كنت شخص مدرك لقيمتك قوي وحاسس بيها قوي، كل ما كان ده منعكس عليك وعلى العلاقات اللي في حياتك، وبيجبر الناس انها تحترمك وتقدرك وبيخليهم يحسوا بقيمتك الحقيقية برضو. كمان الشخص اللي مدرك لقيمته قوي بيبقى عارف يتعامل صح مع الانتقادات اللي بتتقاله او الكلام اللي مش لطيف اللي ممكن يتقاله، وبيبقى عارف يقيم الموقف بطريقة صح ويفلتر الانتقادات البناءة والغير بناءة، ويفلتر الأشخاص كمان اللي قايلين له ده، وهل هو فعلا شخص بالنسبة له رأيه يعتد بيه ولا لأ. فهو غالبا شخص كلام الناس مش بيفرق معاه قوي، أو خليني أقول إن هو مش بيهزه قوي. كمان لما بنغير فكرتنا عن قيمة الذات الكبيرة الحقيقية، ده مش بس بينعكس علينا بشكل أفضل زي ما وضحنا، لأ هو بينعكس علينا في نظرتنا للناس وتعاملنا وتقديرنا ليهم عموما في الحياة. حابة بقى أتكلم دلوقتي عن إنه إزاي نحدد إحنا بنستمد قيمتنا فعلا من إيه، أو هل إحنا عندنا low sense of self worth أو عندنا إحساس بانعدام القيمة والاستحقاق ولا لأ. ده بيبان من خلال حاجات زي انه افكارك عن نفسك لما بتقعد تسلف ريفلكت او تقعد تتكلم مع نفسك بتكون عاملة ازاي. اسأل نفسك اسئلة زي انا شايف قيمتي في ايه، او بستمد قيمتي من ايه. لو انا اخدتني كده وعزلتني عن كل حاجة في الحياة، عن انجازاتي، عن فلوسي، عن علاقاتي، هل هيبقى عندي احساس بانعدام القيمة او باني شخص بلا قيمة؟ طب لو انا هوصف نفسي لشخص غريب، هوصف نفسي او هتكلم عن نفسي ازاي؟ اتكلم واسأل نفسك عن انه حب الناس واحترامهم وتقديرهم ده بيمثلك ايه في حياتك او مهم قد ايه بالنسبة لك. وهيبقى حلو قوي لو عبرت عن ده بالكتابة او عملت جورنالينج عن الموضوع. ولو مش عارف ايه الجورنالينج او التدوين تقدر ترجع للحلقة بتاعته، انا بحب الحلقة دي قوي عموما وهتستفيد جدا. بس عموما حاول تعبر عن ده بالكتابة عشان ده هيديك فرصة انك تنفصل عن افكارك وتبقى قادر تراقبها من بعيد وتحكم عليها.
طب لو اكتشفنا بقى إن إحنا عندنا فعلًا إحساس بانعدام القيمة أو إننا بنستمد قيمتنا من حاجات تانية كتيرة غلط زي اللي ذكرناها في الحلقة النهاردة، فهنعالج ده إزاي؟ مبدئيًا أول حاجة التغيير بيبدأ من جوانا، من عقلنا، من إننا نضبط الmindset بتاعتنا أو طريقة تفكيرنا ومفاهيمنا في الحياة. ويمكن ده الهدف أصلا من الحلقة دي إننا نرجع السيلف وورث أو قيمة الذات للمفهوم الحقيقي والأصلي بتاعها. فدي أول حاجة عشان فعلا نبدأ نعالج المشكلة دي، ومش بس نصدق الفكرة دي ونؤمن بيها أو نعدل المفهوم ده جوه عقلنا، لأ كمان احنا نبدأ نتصرف على أساسه. في فرق ما بين شخص عارف الكلام وعارف ايه الصح، وبين شخص عايش الكلام والمعتقدات دي حقيقي في حياته. كمان بناء على تجربتي الشخصية فالعقل بيفهم لغة الأفعال أكتر. يعني لو عاوز عقلك يصدق فعلا حاجة أو فكرة معينة، حطها في شكل أفعال وتصرفات، مش مجرد إنك تفضل ترددها وبس. عقلك فعلا ساعتها هيصدق الفكرة ويبتدي يتصرف على أساسها دايما حتى بشكل لا واعي. والأفعال والتصرفات دي كتيرة ويمكن كل واحدة فيهم تتعمل حلقة لوحدها إن شاء الله، بس أنا هحاول أتكلم عن الموضوع أو عن كل واحدة فيهم دلوقتي بصورة مختصرة شوية. أول حاجة ابدأ بإن أنت تحاول تسامح وتتقبل نفسك وتحب نفسك بالشكل المناسب ليك. قضي وقت مع نفسك واعمل فيه الحاجات اللي فعلا بتفرق معاك وبتحسسك بالإشباع، وممكن هي حاجة بسيطة بس بتفرق قوي، بس هادي نفسك بهدايا نفسك فيها أو بتحبها. كمان اشتغل على ان انت تعرف نفسك اكتر، راقب افكارك وطريقة كلامك عن نفسك سواء مع نفسك او قدام الناس، وحاول دايما تخلي افكارك وطريقة كلامك عن نفسك ايجابية. كمان حاجة مهمة قوي انك تعملها انك تحط حدودك وتوضحها في العلاقات. قول لأ عادي لو حاجة مش مناسبة ليك، حاول تتواصل مع الناس وتوضح الحاجة اللي مضايقاك. عبر عادي عن نفسك بشكل حقيقي، ما تحاولش عشان تندمج أو تدخل في مجموعة معينة أو تصاحب ناس معينة أو تحصل على علاقة معينة إنك تغير من نفسك أو تعمل حاجات ضدك وضد مبادئك وعقلك. لأن ببساطة الناس اللي هتحتاج إنك تتخلى عن حاجات في نفسك عشانهم مش هم خالص الأشخاص المناسبين ليك أو اللي انت هتبقى مبسوط معاهم أصلا. فحاول دايما تعبر عن نفسك بشكل حقيقي. كمان ببساطة يا جماعة مفيش أجمل من إن الشخص يكون حقيقي ومرتاح في نفسه، مرتاح في شخصه وفي اللي هو عليه زي ما هو كده. الصفة دي فعلا فعلا من أكتر الصفات الاتراكتيف أو الملفتة فعلا في الناس. كمان اشتغل على نفسك واسعى انك تحقق اهدافك وتطور من نفسك دايما. في حاجة مهمة قوي ودايما بنغفل عنها او بنقلل من قيمتها، بس الرياضة. الرياضة مهمة قوي قوي وبتفرق في صحتنا النفسية جدا مش بس في صحتنا الجسدية، وليها فعلا تأثير كبير قوي قوي بشكل لا تتخيلوه. أخيرا بقى لو عندكم أطفال، حاولوا دايما تزرعوا جواهم المفهوم الحقيقي لقيمة الذات، ومش بس تزرعوا جواهم المفهوم ده، لأ انتوا كمان تتعاملوا معاهم بناء عليه. أنا هنا بس عشان أفكرك بقيمتك الحقيقية وبإنك بعيدا عن كل حاجة، فأنت ليك قيمة، وقيمة كبيرة قوي تكمن في ذاتك وفي كونك إنسان ربنا سبحانه وتعالى خلقه وكرمه، وبتحقق الهدف الأسمى من وجودك هنا وهو إنك بتعبد ربنا سبحانه وتعالى. وعشان أفكرك بإنك ليك أثر وإنك تستحق، عشان إنسان كويس بيحب وبيحترم الناس اللي حواليه. وهنا بقى أقدر أقول لكم إن خلصت حلقة النهاردة. أتمنى إنكم تكونوا اتبسطتوا واستمتعتوا. شكرا إنكم هنا، شكرا إنكم استمعتوا للآخر. هتبسط قوي لو بعتولي رأيكم وتناقشنا حوالين الكلام اللي أنا قلته، وهتبسط قوي برضو لو حبيتوا تشيروا الحلقة دي عشان ده بيساعدنا نوصل لناس أكتر. ما تنسوش تدعوا لأهلنا في فلسطين وسوريا والسودان، وادعوا لكل إنسان مستضعف في كل مكان. وبس كده، أشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة من راندملي. باي باي.